مباشرة إلى مرسيليا الفرنسية، وتحديدا الكابتن القدير واللاعب الدولي ولاعب نادي الشباب الكابتن نايف هزازي. مساء الخير كابتن. اهلا وسهلا اخوي طارق، مساء النور وسرور عليك، واقول شكرا لاخونا عدنان. اسال الله ان شاء الله لا يحرمنا من نصائحه ونصائح الجميع ان شاء الله. الله يبارك فيك. اصواتكم في خارج السعوديه حلوه، لكن اذا صرتوا داخل السعوديه يا الله تتكلمون معنا. اوروبا لها علاقه في الموضوع؟ لا والله بالعكس، والله انا معاكم مع الجميع يعني. طيب، على اي حال الحمد لله على سلامتك. وين وصلت في المراحل التأهيلية كابتن؟ والله الحمد لله الآن يعني طبعا وصلت لمراحل نهائية تعتبر. من إلى أسبوعين إن شاء الله بإذن الله، على 1 ماي إن شاء الله هكون موجود في السعودية، وبإذن الله هكون جاهز يعني، وأتمنى إن شاء الله إنه الفريق يكون موفق إن شاء الله إن شاء الله الشباب، ويتأهل لنهائي كأس الملك إن شاء الله، وبإذن الله أكون حاضر. تكون حاضر مشاهد ولا حاضر مشارك؟ لا خلاص ما عاد فيها مشاهدة. ممكن تكون مشارك في المباراة النهائية إن شاء الله إن شاء الله. يعني أنت راجع متى إن شاء الله تعالى من مرسيليا؟ والله شوف في يعني هو المفروض على 28 إن شاء الله أكون رجعت. إن شاء الله. إن شاء الله الفريق يكون متأهل، بعد كذا يعني يكون القرار بيد المدرب خلاص. ممتاز. إذا نايف هزازي يعلن عبر UFM بأنه مشاركته إذا الشباب وصل للمباراة النهائية على كأس الملك، إذا المدرب بحاجة إلى نايف هزازي فنايف هزازي بكامل لياقته وصحته وعافيته، وربما يكون مشارك في المباراة الختامية. صحيح إن شاء الله. مضبوط؟ مضبوط إن شاء الله. ممتاز. مبروك كابتن الفوز الشباب في مباراة الأخيرة أمام الهلال، وصول دور الأربعة، وأيضا الشباب قاعد يمشي ما شاء الله بخطى ممتازة جدا في دوري أبطال آسيا، رغم أن المتابعين يرون بأنه الشباب بعد نايف هزازي، مع الاحترام والتقدير طبعا لكل الكباتن اللي موجودين، كلهم لهم أسمائهم ولهم يعني إمكانياتهم العالية، ولكن كثير من المتابعين يرى بأنه صراحة الشباب يفتقد الآن لصانع أو للهداف، خلينا نقول. والله أول شيء أقول مبروك يعني جمهور نادي الشباب عامة، ولأبو الوليد اللي بيقدم الكثير لنادي الشباب، والأمير فهد بن خالد، و يعني أتمنى إن شاء الله، أتمنى لهم التوفيق. فرحوني كثير بالتأهل سيمي فاينل في كأس الملك، والمستويات اللي قدموها الحمد لله في آسيا. يعني بغض النظر عن ما حصل في الدوري حسن إخواننا في نادي النصر اللي أقول لهم ألف مبروك لهم ولجماهيرهم. بالعكس يعني الفريق لو كان في حاجة نايف، حتى نايف في حاجة الفريق الفترة اللي فاتت، يمكن كان أمور كثير مرت على النادي يعني من ناحية اللاعبين وكذا، يمكن ضغط الدوري وضغط أمور كثير كانت عليهم. الحمد لله على كل حال إن شاء الله أكون يعني عند حسن ظن الجميع إن شاء الله في العودة القوية إن شاء الله، زي ما بدأت بداية الموسم مع نادي الشباب. بدأت هداف معاهم الحمد لله، ولكن كانت يعني قدرة الله فوق كل شيء في الإصابة، لكن إن شاء الله الموسم الجاي أو نهاية هذا الموسم إن شاء الله أنا أكون متواجد معهم. ترى بالمناسبة الظروف اللي مرت في فريق الشباب هذا الموسم يعني أيضا هي ظروف كانت صعبة، تغيير المدرب، إيقافات بعض اللاعبين وتحديدا فرناندو، مجموعة من المباريات الحاسمة، بعض الإصابات اللي تعرض لها فريق الشباب مثل نايف هزازي وعبد الله الأسطى وغيره من اللاعبين. كل هذه الأمور كابتن عامل مؤثر بشكل كبير جدا، ولكن الشباب ما شاء الله قادر يتغلب على كل هالمصاعب. ما أقول لك شوف ما شاء الله يعني براسة أبو الوليد يعني تهيئة المناخ الموجود في نادي الشباب، الهدوء الموجود في نادي الشباب، الاستقرار، يعني هذا دائما بيرد الفريق للطريق الصحيح مهما كان. قلت لك أنا يمكن هذا الموسم يعتبر يعني هم يعني كجمهور شبابي وكإدارة شبابية اعتبرت إنه موسم كان متعب عليهم، موسم صعب، وفي ظل هذا الموسم إنه صعد يعني الحمد لله بدأت معهم كهداف. صحيح. هذا بحد ذاته هذا عمل ممتاز يعني من نايف الجميع، عشان كذا اقول لك ان شاء الله يعني توفق الفتره القادمه هي الهم. طيب كابتن بسألك سؤال اخير، عمليات التأهيل هي عبارة عن نوعين، تأهيل بعد إصابة أو تأهيل الجانب البدني واللياقي وإنقاص الوزن، وهذا اللي قاعدين نشوفه كثير من اللاعبين قاعد يروحون برا وتحديدا إلى فرنسا للالتحاق في هذه البرامج. شو اللي موجود عندهم كابتن مش موجود عندنا بصراحة؟
والله أول شيء يعني الأجواء المناسبة طبعا، وارتفاع ارتفاع الأرض، أو ارتفاع يعني عارف، كل ما ارتفعت أنت على الأرض كل ما زاد عندك الأكسجين، كل ما عملت أكثر. الأجهزة اللي موجودة أجهزة يعني حديثة جدا، يعني أجهزة ما هي موجودة صراحة عندنا. العمل، المسابح الموجودة عندهم طبعا، في مسابح تعتبر مسابح تأهيل هي للإصابات، للأربطة، لهذه الأمور. يعني ترجعك أقوى مما كنت دائما يعني في العمل، وتعمل يعني بعيد عن أي شوشرة، يعني حاصل داخل السعودية ولا بأي مكان، يعني تجي هنا للعمل فقط. ممتاز. على أي حال كابتن، نتمنى لك إن شاء الله الرجعة سريعا إلى السعودية، ومشتاقين لوجودك في الملعب يا كابتن. إبداعاتك وفنك وقدرتك ما شاء الله تبارك الله التهديفية داخل الملعب، هذه مشتاقين لها في يعني من زمان ما شفناها وافتقدناها. وإن شاء الله يا ربي إنه الله يعافيك ويشافيك من كل إصابات قادمة أنت وبقية زملائك اللاعبين. بالمناسبة الكابتن القدير مشعل السعيد مرسل لي يسلم عليك ويقول لك ترجع بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك ويسلم، والله وانا كمان مشتاق لكم كثير، ومشتاق للملعب. واخو طارق بالعكس انت يعني من الناس اللي دائما قريب من اللاعبين. الله يبارك فيك. يعني يمكن بعض الاحيان بنقصر معاك، لكن والله ترى مو مننا، بعض الاحيان يكون في ضغط على اللاعب. صحيح صحيح. اجواء تكون غير مناسبه، فيضطر انه ما يظهر يعني امام الاعلام هو وانا يا كابتن احيي فيكم ايضا، وانت واحد من اللاعبين اللي ما يتجاوب مع الإعلام إلا بعد موافقة يعني إدارة نادية، وهذا شيء طيب صراحة. يعني الواحد يعني أيضا يحترم إدارة النادي اللي هي في النهاية هي صاحبة القرار الأخير في هذا الأمر، اللي هي التجاوب مع الإعلام. لا، المسألة هي هنا احترافية. يعني النادي الآن يعني قلت لك يعني برئاسة أبو الوليد الحمد لله النادي في استقرار، في يعني أمور كثيرة الحمد لله. يعني السياسة الداخلية للنادي إنه لازم تأخذ الإذن من المركز الإعلامي من الإدارة يعني عام. طيب لو الله سبحانه وتعالى قدر لنادي الشباب الوصول إلى المباراة النهائية على كأس الملك، تتمنى الاتحاد ولا الأهلي؟ والله طبعا أنا ما أقدر أقول لك، يعني أنا أتمنى أي فريق يعني يحضر، لكن دائما وأبدا أنا أتمنى الاتحاد، دائما وأبدا. لكن إذا كان دائما ولا لا أتمنى الاتحاد؟ لا، دائما ابدا اتمنى الاتحاد. يعني لو الشباب وصل المباراة النهائية لكأس الملك تتمنى أن تلعب ضد الاتحاد؟ اتمنى العب ضد الاتحاد لأنه الاتحاد. ممتاز. شكرا لك كابتن نايف هزازي. يعني اخوي طارق مع احترامي وتقديري يعني مش لا شوف كابتن انت لاعب كبير يعني. شوف انت لاعب كبير ودولي، بالتأكيد لما تقول هذا الكلام مش معناته انتقاص من الأهلي مثلا، لكن ولو كنت اسمع، ولو كنت أنت لاعب عفوا، ولو كنت أنت لاعب سابق للنادي الأهلي ربما راح تقول نفس الكلام، أني أتمنى ألعب مع الأهلي. هي الفكرة كذا يعني. أنا بالعكس أنا الكل عارف نايف إيش صلته وعلاقته بنادي الاتحاد من 2008 من الأيام هذيك إلى الآن، من يعني 2008 الفريق الأول، لكن من البراهن بنادي الاتحاد. يعني الكل عارف يعني ايش الصلة المتبادلة والحب المتبادل بين نايف وجمهور الاتحاد، وحاليا الحمد لله مع جمهور الشباب. اليوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب أصدرت بيان أبعدت فيه بعض الإداريين عن نادي الاتحاد، من ضمنهم الأستاذ عادل جمجوم وبقية أعضاء مجلس الإدارة. تتوقع في مستقبل جيد للاتحاد قادم؟ والله الحمد لله. شوف الاتحاد دائما يعني كل القرارات اللي يعني انا ما احب ادخل يعني في هذا الموضوع، لان انا حاليا يعني مرتبط في نادي الشباب. صحيح. لكن دائما اي مساله تربط نادي الاتحاد باداره الاتحاد، يعني من الايام هذيك كان الفاصل في الموضوع المفصل يعني في المواضيع هذه هو الجمهور. يعني معروف نادي الاتحاد دائما الجمهور هو اللي صحيح يعني له الحق. يعني ان حاليا كان عادل جمجوم ولا غير عادل جمجوم، واتمنى لهم التوفيق يعني مهما كان. طيب انا متاكد انه هذا المقطع الان راح ينزل على الموقع الرسمي بنادي الشباب، ايش تبغى تقول للجمهور الشباب في ختام هالمداخله؟ والله اقول لهم اني شكرا لكم كثير وشكرا لكم على الحضور القوي يعني في هذا الموسم.
يعني كانوا داعمين بقوه لفريقهم، خاصه يعني بالعكس يعني قبل هذه المستويات يمكن هذا الموسم كانت يعني متفاوته ما بين خساره وفوز وتعادل. فحضر الجمهور واتمنى يحضروا اكثر لانه في جمهور كبير عن نادي الشباب، بس يعني ممكن ما بيطلعوا كثير، لكن اتمنى ان شاء الله ظهورهم في الفتره الجايه. واقول لهم من هنا من فرنسا بالعكس يعني انا مشتاق لكم وان شاء الله راجع لكم قريب، واتمنى منكم ان شاء الله الناس. ترجع سالم ان شاء الله تعالى كابتن، والحمد لله على سلامتك مقدما، وان شاء الله تعالى نشوفك في اقرب فرصه في الملاعب السعوديه ان شاء الله تعالى في نادي الشباب خدمه لهذا الفريق العظيم، ومع منتخب بلدك اللي هو المنتخب المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن. شكرا كابتن نايف عزازي اللاعب الدولي الحالي ولاعب نادي الشباب، والذي يتواجد في مرسيليا الفرنسيه لتلقي علاج التاهيل من الاصابه التي لحقت به، وهي اصابه الرباط الصليبي.